مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة بقى هنعمل أكل خفيفة زي ما انت شايفة، صينية كفتة بالبطاطس. أكلة سهلة ووجبة خفيفة زي ما انت شايفة. البطاطس دايبة ازاي، جميلة جدا، وعملناها بطريقة سهلة. أكلة اقتصادية مش تاخد منك وقت خالص. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. في اول حاجة معلقة سمنة كبيرة، هنزل عليهم بثلاث اربع معالق زيت كده اهو، تقدح كويس معايا. انزل بالبصل، وافضل اقلب بالشكل ده لغاية البصل بتاعي ما ياخد اللون الذهبي. انا مش عايزاه تحمر خالص عشان متبقاش تقيلة. اكون طبعا محضرة الطماطم بتاعتي ومصفياها. اهم حاجه انتي تصفيها او حسب ما تحبي، بس انا بحب التفل بتاع الطماطم ده، القشره بتاع الطماطم، عشان كده انا صفيتها. وهو اخدت اللون اللي انا عايزاه، ابتدي انزل بقى بالطماطم. وهي زي ما انت شايفه هي ابتدت تتسبك. ابتدي اضيف البهارات بتاعتي، معلقه كمون، ما كترش عشان الكفته هتبقى فيها بهارات. معلقتين ملح اهي. ويلا مع بعض نكمل طريقه الكفته. اهي تتسبك زي ما انت شايفه، وابتدي اضيف كوبايتين ميه. اضيف كوبايتين ميه واغطي عليها بكده بقى تكون ومقادير الكفته معايا بصلتين مبشورين، نص كوبايه بقدونس، بطاطس متقطعه حلقات. طبعا البهارات بتاعتي فلفل اسود، ملح، كمون، بابريكا، بهارات لحمه. واللحمه طبعا زي ما انت تحبي. اول حاجه زي ما انت شايفه على البهارات اهي، على البصلتين المفرومين، كله على بعضه بالطريقه دي. وابتدي اعجنهم كويس بحيث ما يتبانش بقى البقدونس ولا ابتدي بقى اعملها زي الفلافل بالظبط بالشكل دوت. طبعا زي ما انت عايزه لحمه، عايزه ده ربع كيلو دوت، ده ربع كيلو دوت، حسب بقى ما انت عايزه. بس في الاخر هتطلع صينيه بطاطس تحفه، صينيه كفته بالبطاطس تحفه. اعمل كل الكميه بالشكل دوت واسيبها تريح كده في التلاجة حوالي كده هو ربع ساعه نص ساعه حسب اللي انت عايزه، يعني اقل حاجه ربع ساعه ترتاح. وهي زي ما انت شايفه عملتها كلها بالطريقه ديت. احطها في التلاجة حوالي ربع ساعه زي ما قلتلك، ونرجع مع بعض نكمل الوصفه. وهي الكفته بتاعتي بعد ما ارتاحت شويه، اكون حاطه شويه زيت صغيرين خالص مش كتير، وهو حطيت الكميه كلها. تتقلب على الجنب التاني واطلعها مع بعضينا واوريكم شكلها ايه. اهي قلبتها على الجنب التاني، هطلعها واوريها لكم دلوقتي. ومعايا بصليه مبشوره، هضيف عليها معلقه ملح، معلقه كمون. انا ما قلتلكيش الكمون بيعمل ايه في صينيه البطاطس دي.
طبعا معالق، كل دي معالق صغيره مش معالق كبيره، عشان انا محيقه كل حاجه. معلقه شطه عشان انا مش حاطه فلفل، وانا عندي كلهم بيحبوا الشطه. معلقه شطه، وابتدي ادعكها كويس. ابتدي ادعكها كويس كده بايدي، بحيث البصله تتشبع كده هو بالبهارات. وانزل بقى بالبصله دي في قاع الصينيه زي ما انت شايفاها. لما اجي هطلعها تبقى مكرمله اهي، فردت بيها المكان كله. وهي زي ما انت شايفه غيرت الصينيه، عشان القالب بتاعي سوره واطي، فاضطريت ان انا اغير الصينيه. وهي الصلصه بتاعتي اتعملت، ابتدي اعملها بالشكل دوت. طبعا دي كده جميله جدا، ما بيبقاش البصل باين فيها، لا بالعكس ده يبقى البصل مستوي جدا. وطريقه البصل اللي انا حطاها من تحت دي هتديني بصل مكرمل اهو كده اهوت. البصلايه زي ما انت شايفاها، واسويها كده بالطريقه دي. واكون بقى ايه حاطه هي كانت عايزه بطاطس رفيعه بصراحه، كانت عايزه بطاطس صغيره. وابتديت ارصها بالشكل دوت، واحده كفته عليها بطاطسايه او بطاطستين، بالشكل دوت. وهي بعد ما رصيتها عشوائي بالشكل دوت، ابتدي بقى اضيف الصلصه. اكله سهله واقتصاديه تعتبر. انتي بايدك انتي تتحكمي بقى باللحمه المفرومه زي ما انتي عايزه اهي. اشربها كلها، اكون مولعه الفرن بتاعتي. تطلع بقى وهتشوفي احلى صينيه كفته بالبطاطس. والتسبيكه بتاعت الصلصه بتاعتي زي ما انتي شفتيني انا مسبكاها كويس، يعني مش ان انا مثلا عصرتها وبعد كده ضفت عليها، لا، هو ده بقى اللي هيديها طعم احلى. احطها ونرجع مع بعض نشوفها بعد ما تستوي. وهي بعد ما طلعت بالفرن بالجمال دوت والصوص دوت جميل جدا، عملت معاها طبق رز مرضتش اصوره معاكم عشان قبل كده عملته ياما معاكم. هبتدي بقى اطلعها. هي سخنه بصراحه جامده. وهي بعد ما حطيتها في الطبق بالشكل دوت، بصراحه جميله جدا. والبطاطس زي ما انتي شايفاها يعني مستويه جدا، طريه جدا مستويه. طبق جميل، يعتبر برضو اقتصادي في الزمن اللي احنا فيه دوت. ولو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.